وبدات الجيش يحط خريطه الطريق، وبدا يبقى في مجلس شعب وهيبقى في رئيس والجيش هيسلم السلطه. طب خلاص بقى، يعني الامور لازم تهدى عشان البلد تهدى ونبدا يعني ايه نفوقوا بقى. انما النهارده لا، الكلام ده مش عاجب بعض الناس. ازاي بتمدح في الجيش؟ فبعض الالتراس ما اعرفش، وانا قلت مش ممكن يكونوا يعني ده مندسين 100%. قال لك ده من الفلول، وبدات يبقى الهجمات اللي انت مش عارفاها جايه منين. جاء جده برضه وراح قايل مش عارف ايه، فبقت الامور ما انتش عارفه هي جايه منين يعني. ولغايه دلوقتي الحاله كما هو عليه يا كابتن محمود، والموقف معلق يعني. طبعا الموقف معلق، لكن انا طبعا يعني جماهير النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي والمحطه والدنيا كلها دي متمسكه بيا، ودي حاجه جميله. بس انا بقى لما تيجي تذيعي بقى في الجو ده، ويمكن عصام عارف الكلام ده، بتبقي متوتره يعني، فاهمه؟ فانا هتوتر ليه بقى؟ يعني شكرا وخلاص، لان الامور ما تبقاش كده. ممكن ده يخل بالتعاقد اللي بين حضرتك وبين القناه ولا؟ يعني الاخلال، الاخلال طبعا في شروط جزائيه مثلا يعني، انت فاهمه. انما انا الجميل اللي في الموضوع ان مصطفى جمعه والقناه لا زالوا متمسكين. بس انا زي ما كوني بقى ايه يعني، بسال نفسي هي ايه الحكايه؟ هو انا راجل محايد، لا تبع احمر ولا ابيض ولا اخضر ولا اصفر من ساعه ما عملت، وناجح جدا في وسط هذا الطوفان الكبير قوي ده ان هم يستحسنوكي. مره واحده دخلت في موضوع الجيش. طب انت مالك؟ انت ما تروح ترفع رايه يعني هل دي ملاحظات رسميه توجهت لحضرتك، ولا ده من نبض الشارع او كده حضرتك بتحس ان في كده من وراء الكواليس يعني، ولا ملاحظه رسميه توجهت لحضرتك؟ لا، انا شفت يافطه كده في الماتش اللي فات، يعني مكتوب كده ان احنا نادي وطنيه مش عاوزين مطبلاتيه. اذا كنت انت هتتكلمي على القوات المسلحه يبقى تطبيل، يبقى على البلد السلام. انا بس بقول للشباب دي ده قوات مسلحه لازم نقف ونقول لها متشكرين. لو في سلبيات خلاص، البلد على خلاص قريبين من خط النهايه. اللي حصل والقانون هياخد مجراه والدنيا كلها. وانتوا شباب اللي هيحصل بالخير هيعم عليكم. طبعا انتوا المستقبل. فانا مش عاوز ان 25 يناير ده كلام كنت بقوله. مش عاوز 25 يناير يجي نعمل احتفاليه ونعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا. ما اعرفش باسم الفلول لما قلت كده، انا مش عارف. وبعديها بقى بدات الفرقعات شمال ويمين. فاكره لما حسام البدري برضه جه راحوا عاملين عليه غاره كده، فاكره؟ انا شايف الغاره دي برضه. فانا طبعا خدت خطوه للخلف وبتفرج اما اشوف اخره الغاره دي ايه، فين القنابل هتنزل فين وعلى مين. ان شاء الله خير يا كابتن محمود. ويعني حضرتك يعني اضافه كبيره لاي مكان. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، شرفتنا. كان معانا النجم الكبير. وانا سعيد بعصام وموفق عصام دايما ان شاء الله. ربنا يخليك يا كابتن محمود، ربنا يخليك. شكرا يا كابتن.